يوسف اوباما طبعا لاعب نادي الزمالك السابق، خلاص هو رحل. يعني قال شويه تصريحات حابب ان انا اعلق عليها، لان تصريحات بصراحه مش ما عجبتنيش. هقول لكم بصراحه بوجهه نظري الشخصيه. يعني اولا في احدى المداخلات معاه طبعا كان بيتكلم بيقول ان مجلس اداره الزمالك الحالي لم يحترم تاريخي ولم يقدرني. طيب اولا لما حد بيجي يتكلم يا جماعه على التاريخ، عشان برضو ايه الموضوع يبقى مفهوم شويه. يعني لما اجي مثلا اتكلم على تاريخ، فانا تاريخ مثلا خدت دوري ابطال، خدت مش عارف سوبر افريقي، خدت سوبر مصري مثلا. يعني انا بكلمكم خدت الكونفدراليه، خدت كل البطولات اللي حققتها. بس هكلمكم على حاجه مهمه جدا وهي دوري الابطال. في الوقت ده انت بيبقى ليك تاريخ، بخلاف ناديك في منتخب. ما يا جماعه اصل كلمه يعني ايه ما حدش تحترم تاريخي ده، فمعلش انا بقى لعيب منتخب مثلا جايب بطولات مع منتخب مصر، واخد كاس افريقيه، واصل كاس عالم، جايب حاطط هدف موصلنا كاس عالم، جايب حاطط هدف مثلا لنادي الزمالك مثلا في نهائي في نهائي دوري الابطال، عامل تاريخ. ده بقى اللي اسمه تاريخ. ما هي دي الكلمه بقى اللي المتردده بصراحه والمستفزه، ان اي حد بيطلع يكلمك تاريخي. طب يا جماعه ايه تاريخك؟ مع احترامي يعني معلش، ما التاريخ ده ليه حاجات معينه تقيله. دوري ابطال، واخد مثلا 10 دوري مع نادي الزمالك، واخد سوبر افريقي، واخد سوبر مصري، واخد بقى بطولات، واخد مع المنتخب. ده بقى يتقال تاريخي. بس تاريخك ايه؟ معلش مع احترامي، يعني مع احترامي حتى انا بعتبر ان مجلس الاداره بصراحه صبر عليك كده. يعني صبر عليك كتير جدا، ونادي الزمالك صبر عليك كتير جدا في وقت. مع احترامي انت بقالك 3 سنين المفروض ان انت ده انا يعني مش عايز يوسف اوباما يزعل مني، بس هو التصريحات بصراحه مستفزه. يعني انت المفروض اصلا تشكر نادي الزمالك ان هو صبر عليك كل ده، ان صبر عليك ان انت تبقى موجود في نادي الزمالك. انت بقالك 3 سنين بعيد عن المشاركه، بعيد عن الاداء. يعني بتظهر في المباريات مع احترامي اللي هي العاديه، تعالى في المباريات الكبيره مفيش، المباريات المصيريه مفيش. فهو ده بقى ايه اللي زيك زي اللعيبه. يعني مع احترامي اي حد هيلعب، لو اي لعيب دلوقتي يبقى موجود هيلعب ومش عايز تتالق في امام الانديه اللي انت بتلعب قصادها دي، هتتالق امتى؟ فبصراحه تصريحات مش حلوه. يعني بالعكس انت كنت المفروض تشكر جمهور نادي الزمالك، تشكر نادي الزمالك على ان هو صبر عليك. يعني صبر عليك كتير جدا. وانا على فكره كنت بتكلم على يوسف اوباما تقريبا، انا بقالي 4 سنين هنا بتيجي المستوى بتاعه كنت ما بشيتش بيه، رغم ان انا على فكره يعني بعيد عن الكلام الكوره، انا بحبه على المستوى الشخصي، لان انا عارف ان هو شخصيه محترمه وشخصيه طيبه وشخصيه جميله وابن بلد زي ما بيتقال. بس دي ملهاش علاقه. انا في الشغل يا جماعه ما اعرفش حد، في شغلي ما اعرفش حد، ما بجاملش حد. بس ككوره معلش انا ما شفتش يوسف اوباما مثلا كان مؤثر مثلا مع نادي الزمالك، مثلا جاب دوري ابطال، جاب نهائي مثلا، احرز هدف مثلا في نهائي، جاب بطوله زيه زي اللعيبه اللي كانت موجوده. بالعكس نادي الزمالك صبر عليه. وانا حتى قبل ما حتى يمشي من نادي الزمالك هنا في برنامجي كنت بتكلم ان مع احترامي اول واحد يمشي، لان مستواه مش موجود، ما بيشاركش بصفه اساسيه، يعني مش مؤثر مع نادي الزمالك. فبصراحه كنت اتمنى ان هو يوصل شكر لنادي الزمالك والاعضاء مجلس الاداره حقيقي بصراحه ان هم صبروا عليه كل ده، ويشكر حتى الجمهور ان هو الجمهور صبر عليه في اوقات كتيره جدا. بصراحه كان غير مفيد جوه الملعب، وانا قلتها لو الناس تراجع تصريحاتي وعملت سيرش على تصريحات على يوسف اوباما هتلاقي تصريحات ان بقول ان اول واحد يمشي. الكلام ده من 3 سنين. فبصراحه تصريحات غير موفقه. يعني بالعكس انت المفروض كنت تمشي بشكل كويس. والغريبه بقى ان النهارده حتى الموقع الرسمي حتى على السوشيال ميديا قام باعت له الشكر. غريبه جدا دي بصراحه. يا جماعه ده الراجل اللي قطع فيكم، يعني الراجل اتكلم بطريقه مش حلوه. ما هو بيقول لك انا ما اشترطتش على تجديد عقدي مع الزمالك. ما طبيعي انت مش هتتشرط ليه؟ يعني انت معلش، يعني انت ادائك وحش، يعني انت اداء وحش ما اتشرط. يعني مثلا زيزو مثلا ليه حق ان هو يتكلم بقوه مع مجلس الاداره مثلا. مين تاني مثلا؟ ناصر ماهر، هتكلم على عمر جابر مثلا، عبد الشافي، المسلوسي. انا بجيب لك الاسماء مثلا، احمد حمدي، اللي هو الاسماء اللي هي تقيله جوه الملعب ومؤثره مع نادي الزمالك.
ففي الوقت ده يعني احمد حمدي حط هدف جاب الكونفدراليه، في حقه لما يجي يتكلم مع مجلس الاداره يتكلم في تجديد، فيتكلم بقى بثقه، يتكلم بقوه، حقه. مش كويس جوه الملعب، طالما كويس جوه الملعب اتكلم زي ما انت عايز مع مجلس الاداره وعيش في التفاوض. بس مع احترامي انت هتتشرط على ايه؟ يعني انت هتتشرط على ايه تجديد يعني والله بجد ملهاش تشريط خالص يعني. مثلا الاداء بتاعك ما يخليكش تتشرط اصلا. فدي غريبه. ففوجئت طبعا ان هو نادي الزمالك بيشكره. طب غريبه قوي دي. طب بالعكس الراجل خبط كلام مش حلو على فكره خالص، ما عجبنيش تصريحاته بصراحه، وكنت اتمنى ان هو ما يصرحش اصلا. ما هو يا جماعه انا اصرح يعني ما باجي اتكلم بقوه، فانا بتكلم على ان ابراهيم سعيد، بتكلم بشخصيه ابراهيم سعيد، واثق في نفسي وواثق في امكانياتي، الحمد لله ليا تاريخ اللي هو بقى ده التاريخ بقى، وما بنتكلمش اصلا. فبتكلم على ارض صلبه، بتكلم بقوه. بس ما يبقاش ما عنديش تاريخ واطلع اتكلم وانا ضعيف، لا مش حلوه. تصريحات غير موفقه منه بصراحه. انا كنت اتمنى ان هو يشكر نادي الزمالك ويشكر الجماهير على الفتره اللي هم استحملوه فيها بجد بصراحه. يعني فتره كانت صعبه، 3 سنين يوسف اوباما موجود في نادي الزمالك لم يضيف شيء، ما عملش اي حاجه. كان في الماتشات اللي هي الضعيفه كان يحط اهداف ويتقال يوسف اوباما. طب بقى تيجي في الماتشات الجامده اختفاء كامل. فطبيعي ان انت مش هتتشرط على ايه. وبيتكلم ان هو وقع لبيراميدز 3 مواسم. ما اعرفش هل يتالق مع بيراميدز يعني اذا كان ما تالقش مع نادي الزمالك. يعني نادي الزمالك بكيانه الكبير، بجماهيريته، بالقاعده الجماهيريه بتاعته، بالامكانيات اللي موجوده، ما تالقش. فهل هيتالق؟ ممكن بقى مش متعود على الضغط، ممكن لما يبعد عن الضغط يتالق، دي حاجه بقى على حسب الشخصيه بتاعته. وبيتكلم حسبي الله ونعم الوكيل في اي شخص ظلمني. انت والله ما حد ظلمك، ما اعرفش يعني الجمهور ظلمك، مجلس الاداره ظلمك. غريبه جدا بصراحه. يعني هو ليه بيحاسبن على اي شخص ظلمه؟ لا بالعكس، ما حدش ظلمك خالص على فكره. انت اللي ظلمت نفسك وظلمت حتى يعني ادائك حتى جوه الملعب، وظلمت حتى الجمهور اللي هو جه في يوم من الايام كان بيشجعك. يعني ما كنت بتكلم على يوسف اوباما بمستواه، كان جمهور نادي الزمالك بيدافع عنك. وسبحان الله دايما الكلام اللي بقوله بيرجع بيتحقق. يعني انت معلش، انت ليه بتحاسبن على في اي شخص ظلمك ليه؟ ما هو يا جماعه هي الكوره خلاص بقت مجاملات. انا ما بحبش المجامله دي بصراحه. الكوره يا جماعه ما فيهاش مجاملات. ودي على فكره حاجه حلوه جدا تحسب لمجلس الاداره، ان اللعيب دون المستوى مشي ما جددلوش، لان فعلا بصراحه ما يتجددلوش. يعني اتمنى والله لو نادي الزمالك مشي بالشكل ده، ان هو ما يجاملش لعيب على حساب النادي، والله ده هيبقى بدايه طريق الاصلاح.